بتكونوا بخير. هنحل في الفيديو ده على الدرس الثالث في الإخراج، ولكن تعالوا كده نبص بصة في الكتاب. في الأول الدرس الثالث في الإخراج في النبات اتكلم معانا عن معدل الهضم وسرعته في النبات أقل بكتير من الحيوان، ولو التساوي في الوزن معدل الهضم في الحيوان بيبقى أكتر. تمام. وقلنا إن النباتات بتعيد استخدام المية وثاني أكسيد الكربون اللي طالعين من التنفس في عملية البناء الضوئي، وبتعيد استخدام الفضلات النيتروجينية بتبني بروتين منهم، والفضلات النباتات الأرضية بتخزن الفضلات الأيضية زي الأملاح والأحماض العضوية في السيتوبلازم والفجوات العنصرية في صورة لا تذوب. ولو في ثاني أكسيد كربون وأملاح معدنية زيادة بتطلعها من طريق الجذور، وخلي بالك الجذور بتطلع ثاني أكسيد كربون اهي عشان دي غريبة شوية. وبتتخلص بعض النباتات لما تبقى مزروعة في تربة فيها كالسيوم ان هي تحطه في الورقة لحد ما الورقة ما تسقط في النهاية. وفي ثاني اكسيد الكربون الناتج من التنفس والاوتون الناتج من عملية البناء الضوئي بتتخلص منهم بالانتشار عن طريق الصغور، وده بيسموه تبادل غازي عن طريق الانتشار. وفي النتح والادماع ده بيخلصنا من المية الزايدة. تمام. طيب يا سيدي، عندنا الجزء ده اي العبارات الاتيه بيقول لك اي العبارات الاتيه تتفق مع عمليه الاخراج للنبات يعيش في تربه غنيه بالكالسيوم. فهنا هتعمل ايه النباتات اللي فيها مزروعه في تربه فيها كالسيوم؟ هتخلصه بالورقه اكيد بسقوط الاوراق، يتخلص النبات من الكالسيوم الزائد. يستطيع النبات الاخضر التخلص من جميع نواتج عمليه الهدم عن طريق عمليه الاخراج. كل النواتج بتاعة الهدم بتخرج عن طريق الإخراج. العبارة خاطئة لأن أنت عندك في مواد ما بيخرجهاش، بيعمل إيه؟ إعادة استخدام، بيعيد استخدامها. لفظ جميع ده مش لطيف. لفظ جميع ان انت بتخرج كل المواد الناتجه من عمليه الاخراج بتخرجها، لا، في مواد بيعيد استخدامها. عندك مثلا CO2 و H2O بيستخدموا في عمليه البناء الضوئي، وعندك الO2 بيستخدموا في عمليه الاكسده، بيتم في اعاده استخدام. وفي احماض عضويه بيعيد استخدامها في بناء البروتين. احماض العضويه بيعيد استخدامها، او الفضلات النيتروجينيه في استخدام بناء، يعيد استخدامها في بناء البروتين. يبقى مش جميع النواتج بيتم اخراجها. طيب الادماع ده خروج قطرات مائيه، ولازم تركز في الادماع حرف الميم مورنينج في الصباح زي ما اتفقنا، ومفتوح دايما الصغر، والصغر اسمه صغر مائي. خلاص. وبيبقى فيه مواد مع الميه. تمام يا شباب. ده بالنسبة للإدماع. والإدماع ده بيحصل في الصباح الباكر في نهاية فصل الربيع. والقطرات الدمعية مش مية بس، في بعض المواد المختلفة معاها التي قد تترسب استبخر ماء الإدماع. يعني انت لو خدت مية الإدماع دي وبخرتها في حلة، حطيتها على حلة وسخنت النار، هتلاقي فيه مواد مترسبة في قاع الحل. طيب النتح اللي هو الترانسبيريشن ده عبارة عن فقد الماء في صورة بخار، وده ليه عدة أنواع. النتح الصغري ده أشهرهم النتح الكيتيني والنتح الوديسي. النتح الوديسي ده موجود فقط في الأشجار، في السيقان الخشبية، سيقان خشبية أو في الأشجار. يعني أنا لو سألتك الشجرة بيحصل فيها أنهي أنواع النتح؟ كلهم. لو جبت لك ملوخياية هيحصل فيها مين؟ هيحصل فيها صغري وكيوتيني. الملوخية ده عشب، فما فيش فيه نتح قديسي. خلي بالك من التركة دي. النتح الصغري 90% من المياه المفقودة بتتم من خلاله. الميكانيكية بتاعته بيتسرب الماء في صورة بخار من جدر الخلايا الرطبة من النسيج الميزوفيلي إلى هواء المسافات البينية، وده اللي شرحناه في الفيديو اللي فات، المفروض تكونوا راجعتوه. تمام. يمر هذا البخار بالانتشار خلال فتحات الصغور إلى الهواء الخارجي، تتكرر هذه العملية وإلى النتح الكيوتيني ده عبارة عن خروج الماء في صورة بخار، ولكن ده بيمثل 5% من الماء المفقود. عايزين ننجز. طبعا قلت لكم الصبار بيبقى فيه كيوتين كتير فبيقل فقد الميه، كل ما زاد سمك الكيوتين كل ما قل فقد الميه. النتح الوديسي ده بيتم في السيقان الخشبيه. تمام. انا بصراحه مش عايز اراجع تاني بصراحه، الكلام ده كله قلناه. هنا الميه دي الشعيره الجذريه. الشعيره الجذريه ينفع يبقى فيها كيوتين؟ الشعيره الجذريه لا، لان لو بقى فيها كيوتين هيمنع دخول الميه، وهي وظيفتها اصلا امتصاص الميه. هنا الميه بتتم عن طريق قوه الشد او قوه التماسك والتلاصق، والسبب فيها ان خروج الماء عن طريق الصغور في صوره بخار، فالخليه هنا بتقل ميتها، تقل ميتها، فبتبدا تسحب من اللي جنبها، فتسحب من اللي تحتها، فاللي تحتها. ركز على النسيج العمادي والنسيج الاسفنجي، دول النسيج المتوسط بيسموه الميزوفيلي. دي النسيج العمادي دي فيها بلاستيدات خضراء كتير بتعمل عمليه البناء الضوئي، هي والاسفنجي، بس العمادي اكتر من الاسفنجي. هنا طبقه البشره دي خلايا بارنشيميه. بارنشيميه فيهاش بلاستيده، بتقومش عمليه البناء الضوئي. تجارب بتاعتنا، تجارب بتاعتنا. طيب عندنا سؤال هنا، تعالوا نحله. بيقول لك ايه في السؤال ده؟ اي من المسارات التاليه يوضح انتقال الماء من الجذور للاوراق بفعل قوه النتح؟
بص يا سيدي، اول حاجه الجذور، دور على الشعيره الجذريه كلهم، يبقى دي مش استفدنا منها حاجه. بعدين الشعيره الجذريه تدخل، انت عارف ان الشعيره الجذريه دي كده في خلايا اسمها خلايا البشره، ثم خلايا القشره اللي طالعه منها الشعيره، وبعدين السيقان بتنقل الميه في وعيه الخشب. يبقى هنا الشعيره بعدها خلايا الجذر اللي هي البشره والقشره، في هنا خلايا الجذر في هنا وفي هنا، يبقى اشطب الاولى واشطب التالتة، اتبقى ما عندي وب وجيم. طيب هنا متفقين خلايا النسيج الميزوفيلي، لا لسه في أوعية الخشب، يبقى دي هي الإجابة الأدق. الميزوفيلي ده في الأوراق فوق. نمسح العك اللي عملناه ده. هنا بيجي لنا سؤال: ما الذي يمكن استنتاجه من دراستك للرسم البياني؟ هنا معدل النتح وتدفق الماء، معدل النتح وتدفق الماء بالساق. هنا ساعات اليوم، لاحظ ان هنا 12 الظهر. هنا ايه اللي بيزيد؟ اهو ده، وبعديه في حاجة زادت تانية. طيب يا سيدي، هو مين اللي بيجي قبل مين؟ مين اللي بيسحب مين اللي بيخلي التاني يحدث؟ اولا النتح هو اللي بيخلي المية تصعد فبتسحبها، يبقى المية صاعدة نتيجة قوة النتح، فاكيد اللي سابقة مين؟ اللي سابقة اللي النتح. يبقى الرسم ده هو من قبل ما تبص على دي اللي بتسبق النتح، وبعدين تدفق الماء بالساق. يبقى انت استنتجت ايه من الرسم؟ بص يا سيدي، شايف الساعة هنا الساعة 10 او يعني وقت ظهرية ده، او الساعة 12، بتلاقي فيه قوة نتح عالية لان ده ظهر يعني شمس، وبالتالي سحب المية بقى عالي، لان كل ما بتفقد المية كل ما بتسحب مية. فهنا اعلى تدفق للماء بيتأخر عن اعلى معدل للنتح، وده طبعا احنا نقدر نقوله من قبل ما نبص على الرسم، ان تدفق المية يلي النتح اهو في الاول، بعدين تدفق المية. دي ملحوظة، دي إجابة السؤال. طب معدل النتح ثابت طول اليوم؟ غلط، شطبت دي. لا توجد علاقة بين، ليه طيب مش ثابت؟ ما تبص يا ابني في الرسمة يا ابني، ما هو اللون البرتقاني ده عمال يطلع وينزل اهو، يطلع وينزل اهو، يبقى مش ثابت. لا توجد علاقة بين تدفق الماء بالساق ومعدل النتح، غلط، ده في علاقة قوية أصلا، تدفق الماء يتبع النتح. طيب معدل النتح لا يمكن أن يصل إلى الصفر، لا يا حبيبي أهو، إيه رأيك؟ معدل النتح ما وصل لصفر أهو، أهو يا بابا أهو وصل للصفر أهو تمشي مع الرسم هنا صفر. إمتى بالصفر؟ الساعة 6 بالليل، الساعة 8 بالليل، الساعة 10 بالليل، وإلخ الساعة بالليل بيبقى صفر. خلاص. يبقى وصل للصفر من خلال الرسم. اعلى تدفق للماء بالساق يتاخر عن اعلى معدل للنتح. عايزك تتامل برضو اعلى معدل للنتح امتى، الساعه كام؟ بص كده بالظبط، هدي كده انزل بيها، الساعه 8 الصبح او 10 الصبح، يعني وقت الشمس ما بدات تطلع. المفروض كمان وقت الظهريه الساعه 2 برضو يبقى عالي. ما العلاقه بين معدل النتح ودرجه الحراره؟ كل ما زاد درجه الحراره كل ما زاد معدل النتح. دي التجارب بتاعتنا. التجربة الأولى: إثبات قيام النبات بعملية النتح. هتغطي النبات بورق مشبع بالبرافين، البرافين ده عشان يمنع تبخر المية اللي في التربة، ما أنت زق النبات مية، لو أنت سبتها مفتوحة ممكن تطلع بخار مية من القصيص ده اللي أنت حاطه، القصيص، فانت بالتالي بتغطيه عشان تضمن ان الميه اللي طالعه دي طالعه من النبات. فلما الميه طلعت من النبات بالنتح بدات تخبط في الازاز فوق، وبدانا نشوف القطرات بتاعه الميه لما حصل لها تكثيف، بدأ إثبات النبات بيقوم عملية النتح. طب أنت عايز تتأكد إن دي مية أصلا، النقط اللي فوق هتجيب كبريتات النحاس اللامائية، خلي بالك اللامائية، هيتحول لونها للون إيه؟ الأزرق. إحنا بنسجل ولا إيه؟ بنسجل. خلاص. دي اول تجربه، النبات بيقوم عمليه النتح. التاني تجربه بتثبت ان الماء بيطلع في اوعيه الخشب. هتجيب نبات مزروع بجذوره وتقطعه من الارض، تشيله من الارض تحطه في الانبوبه دي، وتحط ماء ملون بصبغه الايوسين. الهدف ان انت تحط حاجه ملونه عشان تبص على الزهره فوق، لما النبات يسحب الميه الملونه دي تطلع تلاقيها فوق. فلقينا ان النبات بيسحب الميه وبيسحبها في اوعيه الخشب. احنا اتفقنا اوعيه الخشب، خلاص. اوعيه الخشب لو جيت خدت قطاع ارض فيها وقطعت هي واللحاء، مش هتلاقي في اللحاء حاجه ملونه، هتلاقي في الخشب، لان الخشب هو اللي بينقل الميه. يبقى ده دليل ان الميه طالعه في مين؟ طالعه في الخشب. لو انت قطعت قطاع ارضي بيقول لك اعمل قطاعا ارضيا رقيقا في ساق نبات، ثم ضعه تحت شريحه زجاجيه وافحصه ميكروسكوبيا، هتلاقي تلون الخشب فقط باللون الايوسين. طب ليه اللحاء ما تلونش؟ اصل اللحاء ده بيشيل الغذاء من فوق لتحت، اما اللي بيشيل الميه من تحت لفوق هو الخشب. الاستنتاج: يتم امتصاص الماء بالجذور، لان اللي امتص الماء الجذور اهي، وينتقل الماء في الخشب. ثالث حاجه: اثبات صعود الماء في النبات بقوه النتح. ومين اللي بيسحب الماء؟ قال لك قوه النتح. فجابوا نبات وحطوه كده، قطعوا الساق بتاعته، بس تحت الميه قطعوها عشان ما يبقاش فيه فقاعات هوائيه تدخل تسد اوعيه الخشب، من وعاء الخشب ده انبوبه، لو انت قطعتها في الهواء ممكن يطلع فيه فقاعه هواء تسده، كانها جلطه. عارفين ان في جلطه في الانسان هواء، اصلا جلطه هوائيه. خلاص.
فاحنا عشان كده بنقطعه تحت الميه عشان ما يبقاش في جلطات هوائيه او يطلع نقطه هواء تسده. لما قطعناه تحت الميه وحطينا تحت زئبق وحطينا هنا ميه، اللي بيعمله النبات ايه؟ ان بيعمل عمليه النتح. هنا بيحصل النتح فبتتبخر الميه، فالميه دي بتقل، فلما بتقل بيبدا يتسرب او يتسرسب الزئبق من الاناء ده يطلع في الانبوبه، ما انت خلاص بتقلل ميه فهو بيرتفع مستواه. يبقى مين سبب سحب الزئبق؟ هو حدوث نتح فوق. خلاص، يبقى ارتفع سطح الزئبق، والتفسير يفقد النبات ماء خلال النتح فيمتص ماء من الأنبوبة لتعويض ما فقده خلال النتح. وهنا ليه قطعنا تحت المية؟ عشان ما يحصلش الفقاعة الهوائية اللي قلنا عليها. طيب يا سيدي، السؤال اللي جاي ده مهم جدا، بيقول لك اختبر نفسك. الشكل المقابل يمثل تجربة لقياس معدل النتح في فرعي ساق. جاب فرعين لأحد النباتات أي مما يلي يمثل القراءة المتوقعة للميزان بعد مرور 3 أيام. اللي أنا ملاحظه هنا نو أوراق، مفيش أوراق، يبقى النتح قليل. قل النتح يبقى النتح قليل. طيب كم جرام؟ ده 30 جرام. معنى ذلك إن مش هيفقد النبات مية فيظل وزنه ثابت. وزنه يظل النبات ده زي ما هو، اللي هو نبات واحد ثابت، وزنه ثابت لان مفيش ورق وبالتالي مفيش نتح. طيب هنا ده نبات 2 كان وزنه 35 وفي ورق، يبقى في نتح. يبقى بعد 3 ايام اكيد ال 35 دي هتبقى اقل. فدور لي على الف ثابته 30. فين الف؟ اللي هي واحد ثابته، في دي ثابته ودي ثابته، يبقى شطبت دي وشطبت دي. دور لي على 2 قلت، هي كانت 35، ينفع تبقى زي ما هي؟ غلط، ينفع تبقى 30. اهي الاجابه ج. فهمتوا الفكره؟ لان هي في ورق فبالتالي في نتح، وبالتالي المفروض الوزن يقل لان انت بتتبخر ميه. خلاص. طب ليه حاطين طبقه من الزيت؟ عشان نضمن ان التبخر ما تمش من الانبوبه نفسها، لا تم من النبات نفسه مش من الانبوبه. يبقى تركز على زيت البرافين او الفازلين، دول زيوت بتتحط تمنع تبخر الميه، تمنع تبخر الميه من المكان اللي هي محطوطه عليه. كده اعتقد خدنا اغلب الكلام. انا بقى هنقي اسئله عشان انتم ما قلتوش. هحل سؤال معاكم، سؤال 3. ادرس الشكل التخطيطي المقابل الذي يمثل قطاع عرضي في ورقة نبات. ده قطاع عرضي في ورقة نبات، دي البشرة العليا ودي البشرة السفلى، ودي النسيج الميزوفيلي العمادي والمتوسط، ودي أوعية الخشب واللحاء. واضحة اهي. خلاص. ما الرقم الذي يشير إلى الأنسجة المسؤول عن تلطيف درجة الحرارة؟ مين المسؤول عن تلطيف درجة الحرارة؟ طيب ناخدهم واحدة واحدة. بالاستبعاد، هل واحد تنفع البشرة؟ لا، مش هي اللي بتلطف. 2 النسيج الميزوفيلي، والله ممكن يعني بيتبخر منه، يشير الى الانسجه المسؤول عن تلطيف درجه الحراره. 3 سوري 2 ده اللي هو الميزوفيلي، طبعا 2 ده اللي هو الوش تطلع منه الميه. 3 الخشب ده اللي بينقل الميه، مش هي. 4 اللحاء، او 3 و4 دول خشب واللحاء، انا ماليش علاقه بيهم. انا لي علاقه بمين اللي بيطلع منه من جدار الميه، تتبخر من جدار الميه وتطلع من الثغور، هو النسيج الميزوفيلي. يبقى البركه في النسيج الميزوفيلي اللي هي رقم 2، يبقى الاجابه 2. طيب يا سيدي، السؤال اللي بعده 4 ايه مما يلي يميز ماء الادماع عن ماء النتح؟ عارفين ان احنا ماء الادماع ده بيبقى فيه ميه ومواد، وقلنا ان ميه الادماع ده الفتحه بتاعتها اسمها ثغر مائي مفتوحه دائما. مفتوحه دائما يبقى انفولانتري، يعني النبات ما بيتحكمش فيها، ما هي مفتوحه على طول، بيتحكم فيها ازاي؟ يبقى لا يتحكم النبات في خروجه. ماء خالي من مواد، غلط، هو في مواد يخرج بكميات كبيره، لا يخرج بكميات قليله. الكتير اللي هو النتح يخرج من الصغور، غلط، هو بيخرج من الصغور المائيه ومش في صوره بخار، في صوره ماء. سؤال 5 تفقد النباتات العشبية الماء الزائد. خلي بالك دي نباتات عشبية، عدة صور مختلفة، أي مما ليس من ضمنها. اتفقنا ده نبات عشبي مفيهوش سيقان خشبية، يبقى مفيش نتح وديس يا ولا. خلاص. صدقوا احنا ما عندناش ولا ولد في المجموعة دي، كلكم بنات. ايه الكلام ده؟ الولاد كلها خلاص بقت أدبي، ثابت للبنات العلمي. خلاص. بيقول لك الشكل المقابل يوضح ساق نبات قبل وبعد مرور عدة ساعات، فأي الظروف البيئية التالية يمكن أن تسبب تغير موضح بذلك. واضح النبات كان منتعش، هنا بدأ ينكمش، واضح إن فقد ماء، يعني في نتح، معدل النتح عالي، وبالتالي النتح كتير، نتح كتير. طب ليه ما امتصش مية؟ ما ممكن التربة ما فيهاش مية، تربة ناقصة المية، تربة ناقصة المية. نقص كمية ماء التربة مقبولة، دي إجابة مقبولة. زيادة رطوبة الجو، لو كان الجو فيه رطوبة ما كانش النبات عمل نتح. نقص كمية الضوء، لو كان الضوء قليل ما كانش النبات اتحرر وطلع نتح. نقص الماء والضوء معا، لا الضوء موجود، المية الجملة نصها غلط. يبقى نقص كمية ماء التربة ما فيهاش مية، وبالتالي هو بيفقد مية وما بيعوضهاش. تمام. سؤال 10 لطيف. الرسم البياني المقابل وضع أحد العوامل المؤثرة إكس إلى معدل النتح. لاحظ إن كل ما زادت إكس كل ما قل النتح، كل ما زادت إكس كل ما قل النتح. يبدو إن الجو فيه مية، رطوبة الجو لما يبقى فيه مية يا شباب، أدي نبات مزروع، الجو فيه مية، رطوبة الجو، هل النبات هيطلع لك الجو مية؟ ما هو نبات فيه مية فبيقل النتح.
دي صح. شدة الضوء، المفروض لو في شدة ضوء كان النبات زاد النتح فيه، والرسم هنا بيقولك النتح بيقل. نقص الأكسجين ملوش علاقة. درجة الحرارة، كل ما زاد درجة الحرارة يقل النتح، يا حبيبي كان المفروض يزيد. ده بالنسبة لسؤال 10. سؤال 11: ما العامل الذي يساعد في خروج CO2 من ثغور أوراق النبات؟ زيادة معدل انتشاره، ماشي، ما هو بينتقل بالانتشار لما بيزيد. نقص معدل هدم الكربوهيدرات، يا ابني لو الكربوهيدرات معدل هدمها أقل ما مش هيبقى فيه ثاني أكسيد الكربون. تقالب وفرة من اللحاء، إيه علاقة ثاني أكسيد الكربون باللحاء؟ زيادة معدل البناء الضوئي، لو البناء الضوئي بيتم كتير كان تم استهلاك CO2، ما كانش طلعه وخرجه. احنا بيقول لك مين ليه ثاني اكسيد الكربون بيخرج؟ عشان في معدل انتشار، زياده لمعدل الانتشار بتاعه. سؤال 12: تم وضع 4 أفرع، احنا بنسجل صح، 4 أفرع في أنابيب زجاجية تحتوي كل منها على 200 سنتيمتر مكعب من الماء لمدة يومين تحت نفس الظروف البيئية كما هو موضع بالأشكال. أي منها تم تغطية أوراقه بشمع البارافين؟ واضح إن اللي اتغطت بشمع البارافين بص يا سيدي، لمدة يومين تحت نفس الظروف. هنا ده نبات فيه زرع، فيه ورق، بيعمل ايه؟ بيتبخر. دي 180 185 190 200. بيقولك ايه؟ تم وضع 4 أفرع نباتية في أنابيب زجاجية تحتوي كل منها على 200 سنتيمتر مكعب من الماء لمدة يومين، تمام، تحت نفس الظروف البيئية كما هو موضح بالأشكال التالية. أي منها تم تغطية أوراقه، يا ساتر، تم تغطية أوراقه بشمع البرافين. يبدو ان هنا على فكره تركه خطيره دي، ده غطى الاوراق ما غطاش يعني القصيص نفسه، هو ما فيش قصيص عامه، هو غطى اوراقه. معنى غطى اوراقه بالبرافين يبقى كده النبات متغطي، يعني ما فيش فقد ماء، ما فيش تبخر ميه، يعني ال 200 اللي انت حطيتهم يفضلوا زي ما هم يا حبيبي، يبقى ده دال. لكن كل دول بما انهم خست الميه بتاعتهم يبقى دول ما تمش تغطيه اوراقهم. يا السؤال ده تركه خطيره جدا، خلي بالكم ان تم تغطيه الاوراق، ما قالش تم تغطيه التربه، تمام. يبقى هنا بما ان النبات ده متغطي كله بالبرافين يبقى مفيش حاجه تتبخر منه، يبقى كميه الميه تفضل زي ما هي. الصفحة اللي بعدها عايزين سؤال كام؟ نقول سؤال 16 و19 مثلا. 16: ما العلاقات البيانية من أي العلاقات التالية يوضح معدل النتح على مدار اليوم الكامل؟ اليوم الكامل وانت النتح فيه وقت ظهرية، ده وقت الصباح الشمس، وبعدين لما الشمس تغيب يقل، يعني بيزيد ويقل، فهي دي الإجابة، مش ثابت طول اليوم ولا بيقل طول اليوم ولا بيزيد طول اليوم. ماشي يا سيدي، تعالى عند الرسمة دي. الجدول التالي يوضح بعض الخصائص لأربعة نباتات مختلفة تنمو في نفس الظروف. أي نبات يفقد أعلى معدل للماء؟ أكيد اللي فيه ورق كتير، واللي سطح الورقة بتاعته كبير، واللي عدد صغوره كبير. دور لي على حاجة فيها كبير. 12 25 35 6، أنا هشطب ال 12 خاص، ده عددها قليل. اتبقى لي 5، التلاتة دول قريبين من بعض، بس دي أعلى واحدة فيهم، أنا شايف إن دي أعلى ورقة، أكتر واحدة فيها ورق. متوسط مساحة سطح الورقة، مين أكبر واحدة فيهم في مساحة سطح الورقة؟ هشطب دي برضو، هلاقي دي 52 برضو. لاحظت إن جيم دي عندها ورق كتير وعندها الورق حجمها كبير. متوسط عدد الصغور فيها 275 صغر، كمان صغور أكتر، ما هي واضحة جيم أهي، هي دي عندها فتحات كتير وعندها ورق كتير وعندها أوراق مساحتها كبيرة، فبالتالي عرضة للشمس بكمية كبيرة، وبالتالي عرضة للتبادل الغازي بكمية كبيرة، تفقد كمية كبيرة من الماء المتبخر. خلاص. أي النباتات التالية يحدث به أعلى معدل إلى من النتح؟ نبات مغمور في المية، ما هو مغمور في المية، مش هي ما متغطي، مش هيتعرض لشمس وبالتالي مش هيحصل فيه نتح. نبات صحراوي، يا راجل عيب، لما النبات الصحراوي يحدث فيه نتح كتير ده كده هيموت. النباتات الصحراوية بتحافظ على المية وبتقلل النتح. نبات يطفو، نبات ظل ولا نبات ظل يعني مفيش شمس؟ اخص عليك. نبات يطفو على سطح الماء، نبات موجود على سطح المية وبالتالي معرض للشمس، فبالتالي بيحدث فيه نتح أكتر من الباقيين، يبقى الإجابة ب. طيب يا سيدي، سؤال 21: أي الأشكال التالية يمثل انتشار معظم غاز الأكسجين أثناء الليل؟ خلي بالكوا النبات الأكسجين بالليل، ده الأكسجين بالليل المفروض يبقى داخل صح، مش النبات بيعمل تنفس بالليل أكتر من بناء الضوئي تنفس، يبقى داخل. معدل الانتشار له الداخل للنبات، هل والانتشار بيتم منين؟ بيتم من فتحات الصغور، بيدخل منين؟ بيدخل من الصغور. طيب هو الأكسجين هيدخل من هنا للخلية ولا احنا اولا هنشطب السهم بتاع خارج دي، فدي غلط، خارج في حاجة تانية خارجة، وده برضو خارج، لا برضو ده غلط. وبعدين خارج منين؟ خارج من البشرة، دي غلط خالص. فتبقى عندنا
جيم وب. جيم ده سهم داخل ماشي، اكسجين داخل دي ممكن تمشي. ب ده طالع من المتوسط من الاسفنجي للعمادي، داخل بس داخل من خلال الخلية. احنا عايزين اكسجين اثناء انتشاره اثناء الليل، ده داخل النبات، هي دي الاقرب الصراحة يعني. ده من خلال الخلية، احنا عايزين انتشاره من خلال الصغور اهو، ده في الصغور ده الانتشار، مش من الاسفنجي للمتوسط او للعمادي، مش من الاسفنجي للعمادي. فهي اقرب اجابة به. تمام. السؤال اللي بعده 22. يتميز نبات الشيح الصحراوي، ده صحراوي، بأن أوراقه مختزلة. ما أهمية ذلك؟ يعني إيه مختزلة؟ يعني مختزلة يعني صغيرة الحجم، صغيرة، يقول لك اختزلني، صغرني، مش كبيرة. طيب صحراوي ده الهدف منه ايه؟ يا اخي انت لو مش عارف كلمة مختزل، انا نبات صحراوي عايز تعمل ايه؟ تقليل فقد المية تمشي. زيادة عملية بناء الضوئي ملهاش علاقة بموضوع حجم الأوراق، ده المفروض لما أوراقه صغيرة المفروض البناء الضوئي يقل. زيادة عملية التنفس ملهاش علاقة. تقليل امتصاص المية ملهاش علاقة. يبقى هو مختزل يعني صغير، الهدف ان هو صحراوي. ليه مصغر ورقه؟ عشان ما يفقدش مية كتير، ما يبقاش عرضة للشمس. يقول لك تم وضع 4 نباتات مورقة تحمل أزهار بيضاء، كلهم كانت أزهار بيضاء، داخل 4 أنابيب تحتوي على محاليل ملونة. تمام. في الظروف البيئية لمدة يومين كما وضح بالأشكال. أي الأنابيب تم تغطية الأوراق بها بزيت البرافين. معنى ذلك إن هي اتغطت الأوراق بزيت البرافين، يبقى لا نتح، ما بيحصلش النتح، وبالتالي لا سحب ماء، لا سحب ماء. يبقى تظل الوردة زي ما هي، يعني ما راحلهاش ميه ملونه، لان الميه ما اتسحبتش لفوق. دول اتسحبت الميه وبقت زرقاء، ودي اتسحبت الميه الصفراء وبقت صفراء، لكن دي ظلت الورده بيضاء كما هي، لان هي متغطيه بالبرافين، وبالتالي ما حدث فيها نتح، وبالتالي ما تمش سحب الميه. فدي الاجابه الف. نكمل يا شباب. أي مما يمثل وجه الشبه بين الماء المفقود في كل من النتح الوديسي والنتح الثغري. ايه التشابه بين النتح الوديسي اللي طالع من الشجرة من السكون الخشبية والنتح الثغري؟ ما ده مية وده مية، ماشي. مكان الخروج أكيد لأ، ده من السكون الخشبية وده من الأوراق، فدي غلط. وجود مواد إضافية، مفيش مواد إضافية في الاتنين. يعني مواد إضافية، مفيش مواد إضافية، ده أنت نتح. اشطب دي. طبيعته ما ده ميه وده ميه، ماء فقط وده ماء فقط. كميته لا، كميات مختلفة. الإجابة جيم، وأي إجابة أخرى غير كده مش منطقية ومش صح. خلاص، عشان كتاب الامتحان في الأغلب مجاوبها به. وجود مواد إضافية معه. النتح الودايسي لا طبعا، هو احنا متفقين إن المية النتح دي بتبقى ماء فقط، ماء فقط. خلاص. ده سؤال خلي بالكم منه. طبيعة بس اللي هي متشابهة، وجه الشبه، ما قالش وجه اختلاف. طيب يا سيدي، الجدول المقابل يوضح معدل امتصاص الماء والنتح في نبات ما خلال فترة الصباح. طيب يا سيدي، بيقول لك معدل امتصاص، اي السؤال، في اي الاوقات التالية يظهر الذبول الى اوراق النبات؟ يبقى لما يبقى في ذبول قلل امتصاص وزود نتح. دور على واحد فيه الامتصاص قليل، ده 15، ده 16، ده 16، ده 17، ماشي كلهم قريبين من بعض. معدل النتح كتير، هات واحد معدل النتح كتير، يبقى ده كتير، وده فرق بينه وبينه 5، ماشي كتير برضه. بص اقول لك على حاجه، ما تيجي تبص على الساعه 9 10 11 12، انت بتتوقع امتى النبات يذبل؟ لما يبقى فيه درجه حراره عاليه، 12 الظهر، ومعدل النتح فيه 21. فرق بينه وبين الامتصاص 21 ناقص 17. تعال نجيب الفروق بين الامتصاص والنتح. يبقى فيها 4 هنا، 16 صفر هنا، يبقى مين كسب ب4؟ النتح. هنا الامتصاص 16 ناقص 12، يا ده 4 امتصاص، ده 4 امتصاص اللي كسبت. 15 يا لهوي، ده 8 امتصاص اللي كسبت. ده ينتفخ مش يذبل. بص تاني، السؤال ده ذكي جدا. عشان تجيب مين النبات الأكثر ذبولا، تطرح الاتنين من بعض وتشوف مين يكسب، مين اكتر. هنا النتح كسب بفرق 4، هنا 0 هنا كسب الامتصاص. ده لما يكسب الامتصاص يا ابني يبقى النبات بينتفخ مش بينكمش. الذبول ده دور على ان النتح هو اللي كسب. خلاص، يبقى الاجابه ضال. حلو السؤال ده هجوي، جميل والله. ده سؤال اكتب عليه انا جميل. ماشي. اللي بعده يا بوي، الرسم البياني اللي يوضحان معدل النتح وضغط الامتلاء. كلمة ضغط الامتلاء لما الماء يدخل الفجوة العصارية ويملاها مية بيقولوا عليه ضغط الامتلاء. يبقى لما المية دخلت يبقى الخلية فيها مية،
طيب يبقى هي عكس النتح، يبقى كل ما زاد النتح قل ضغط الامتلاء. خلال ساعات اليوم، بيقول لك ايه ساعات اليوم معدل النتح ضغط الامتلاء ساعات اليوم. بيقول لك ايه هنا، تعالى نبص كده ببصه. قبل ما نبص كده عايز اشرح لكم القصه. دلوقتي لو النبات اهو جواه فجوه دخل الميه جواها، ده بيعمل ضغط اسمه ضغط امتلاء. فاتملت الخليه ميه وبالتالي قل الضغط الاسموزي، لان ضغط الاسموزي ده عكس ضغط الامتلاء. طيب امتى ضغط الامتلاء ده يقل؟ لما النتح يزيد، لما انت تبخر الميه ما بقاش في ميه جوه الخليه، يبقى ضغط كل ما زاد النتح كل ما قل ضغط الامتلاء. ماشي. تعال نشوف السؤال عايز ايه. اي مما يلي يمكن استنتاجه. ضغط الامتلاء ينخفض داخل خلايا الورق بزيادة عملية النتح. ما لسه قايل لك كل ما زاد النتح يقل الامتلاء، دي عبارة صحيحة. بزيادة النتح يزداد ضغط الامتلاء. يا راجل عيب. ثغور الورقة تغلق الساعة 10 صباحا. غلط طبعا، الورقة بتفتح ثغورها في 10 صباحا لأن في شمس. ثغور الورقة تفتح الساعة 4 صباحا، لا دي بتغلق لأن مفيش شمس. يبقى الإجابة الوحيدة الألف. وبعدين بعيدا عن الرسم تعال بص كده، معدل النتح الساعة 10 و12 عالي جدا. معدل ضغط الامتلاء الساعة في 2 الفجر و4 الفجر النبات مليان مية عشان مفيش نتح. ده انت عايز تتأمل في الرسمة يعني. هات لي سؤال 29 كده. 29 في تجربة لقياس معدل النتح تم اختيار 4 ورقات نباتية متماثلة، حيث تم تغطية السطح العلوي للورقة 1 والسطح السفلي للورقة 2. يبقى الورقة 1 غطوا العلوي، الورقة 2 غطوا السفلي. الورقة 2 السطح السفلي الورقة 2 والسطحين العلوي والسفلي الورقة 3. الورقة 3 غطى فوق وغطى تحت بمادة الفازلين. الفازلين ده زي زيت البرافين، بيمنع التبخر. كل على حدة. بينما تركت الورقة 4 بدون معاملة. 4 سابوها ايه مفتوحة على البحري. أي الاختيار يبقى أكيد أكتر واحدة بتفقد مية مين؟ 4. معدل فقد الماء في الأوراق من الأكثر إلى الأقل. دور على اختيار فيه 4 هي اللي بدأ عشان هي أكتر واحدة بتفقد مية. بقى شطبت إجابتين بقى دي ودي. بعدها هتلاقي مين اللي بتفقد مية أكتر بعد 4، يعني أقل من 4 شوية، اللي هي 2، لأن 2 متغطي فيها سطح 1 ولا إيه؟ ده 1 سوري. هي 2 دي متغطي فيها إيه؟ 2 متغطي فيها السطح السفلي سوري. خلي بالك مين اللي بتفقد المتغطي فيها؟ 2 السطح السفلي. ماشي. طيب بص يا سيدي، احنا كده متفقين ان 4 اكتر واحدة فقدت مية. نيجي بقى نتخانق بين 2 و1. نجيب لون تاني عشان تفهموني. 1 متغطي من فوق و2 متغطي من تحت. هو مين اللي عنده فتحات كتيرة تحت؟ صح، فانت مغطيها هنا. لكن هنا ما انت عارف الورقة ان السطح السفلي فيه صغور اكتر من العلوي. شايف المصيبة في واحد؟ الواحد الجزء التحتاني اللي مليان صغور مفتوح مش متغطي فبيفقد مية. طب شايف 2 الحتة اللي مليانة صغور متغطية بيفقد مية من فوق قليل. يبقى مين اللي بيفقد أكتر؟ يبقى 1. يبقى دور على 1 بعدها، يبقى 4 1. بعدين تيجي 2، بعدين تيجي 3 اللي هي متغطية من من الناحيتين. آخر واحدة بتقل في بتفقد مية. ركز في التركة بتاعت 1 و2 تاني. تعالى أجيبها لكم كده. مين بيفقد مية أكتر؟ اللي متغطية أهي. دلوقتي دي ورقة ودي ورقة، دي غطوا من تحت ودي غطوا من فوق. تحت كان هنا صغور كتير فانت غطيتها ففقدان المية قليل بقى، لان اللي بيفقده من فوق قليل. لكن لما انت تغطي من فوق انت سايب فتحات تحت هنا، يبقى ده نتح كتير لان انت سايب الفتحات اللي تحت مفتوحة كده. اتمنى تكونوا فهمتوها، دي فكرة لذيذة بصراحة. ايه تاني؟ ده ايه الدرس اللي اسئلته مش ناوية تخلص؟ هاتوا 34. ماذا يحدث عند نقل نبات نام من مكان مظلم الى مكان مشمس؟ ايه ده انت وديته في حته فيها شمس. يبقى النتح هيزيد، نتح يزيد، وبناء ضوئي في شمس يزيد برضه. يزداد معدل البناء الضوئي. يقل النتح؟ لا يا حبيبي النتح هيزيد. دي غلط. يقل البناء الضوئي؟ لا البناء الضوئي هيزيد. يقل البناء الضوئي يا ابني هيزيد، مفيش شمس. يزداد معدل البناء ويزداد النتح. العباره دي صحيحه. اي الاوراق التاليه تفقد اكبر؟ دور على اكبر واحده في المساحه، هي دي. اللي فوق دي اعتقد ان هي، تعالوا نفكر فيها. صوتي بيروح. تم وضع 4 عينات نباتية كل منها في مخبار مدرج. احنا بنسجل صح؟ تمام. يحتوي على 100 مللي ماء موضوع على سطح طبقة من زيت البرافين كما بالشكل. تم تعريضها لظروف مختلفة من الرطوبة ودرجة الحرارة لمدة 48 ساعة. وبعد ذلك تم قياس حجم الماء لكل مخبار 1 و2 و3 كما في الجدول. 1 الرطوبة، 2 4 دول 4. زيت البرافين ماء مخبار مدرج.
أي الاختيارات التالية يمكن أن يكون حجم الماء الكلي في المخبار رقم 2. المخبار رقم 2، بص يا سيدي، الرطوبة منخفضة يبقى النتح يزيد، صح؟ ودرجة الحرارة يبقى زود نتح. رطوبة منخفضة زود نتح، هنا قلل نتح عشان الرطوبة عالية، قلل نتح. طيب يا سيدي ماشي، درجة الحرارة هنا 25 زود نتح. تعالى نجيبها بقلم تاني بس نجيبه أرفع شوية. زود نتح، أنا بعمل أسهم للنتح، هنا قلل نتح، هنا قلل نتح، هنا زود نتح، هنا زود نتح. هنا درجة حرارة عالية زود نتح، الاتنين التانيين دول قلل نتح، قلل نتح. طيب حجم الماء الكلي، بص يا سيدي، تعالوا نقارن. لما الرطوبة النتح كان زايد والنتح قليل كانت 75، يعني المتوسط. بص هنا يا سيدي، النتح زايد، النتح زايد. لاحظ معايا في 2، هو عايز يكتشف دي كام تقريبا بالتخمين. النتح زايد في الناحيتين بارتفاع درجة الحرارة وبانخفاض الرطوبة، فدي هيفقد النبات مية، هيفقد مية، فقدان ماء. ماشي، يبقى أقل من اللي فوق، لازم يبقى أقل من 75، لازم يبقى أقل من 75 صح؟ لأن هنا كان زايد النتح وهنا النتح قليل، فهنا دي قصاد دي معادلين بعض، لكن دي نتح زايد ونتح زايد، هنا زايد وهنا زايد، يبقى أقل من 75. أقل من 75 ماشي. تعالوا نقارنه بدي باللي تحت. دي النتح كان قليل والنتح كان زايد، فدي 65 تمام، فدي أقل من 65. يا لما كانت درجة الحرارة 25 زي اللي هنا دي، وهنا النتح كان كتير وهنا النتح قليل، دي كانت 65، يبقى أكيد دي لما النتح كان فيها كتير مقارنة بدي يبقى لازم تبقى أقل منها، لأن النتح كتير، فقدت مية كتير، فلازم يبقى الإجابة هنا أقل من 65، أقل من 65. السؤال ده ما هو إلا فكرة رياضية بصراحة مش أحياء، فالإجابة أقل من 65. يا سيدي خدها ببساطة كده، ريحك خالص، أنت عايز تستنتج دي كام، فتقارن درجة الحرارة دي هنا مش زي هنا، خلاص بالظبط، يبقى أنت كده ثبتت عامل. هنا الرطوبة منخفضة يبقى النتح بيزيد، هنا الرطوبة عالية يبقى النتح بيقل، رطوبة الجو، خلاص. فهنا يحصل إيه بقى؟ دي نتح فيها زايد ودي نتح قليل، دي 65 اللي النتح فيها، سوري النتح عليه رطوبة إيه؟ عالية، النتح زايد. احنا قلنا ايه؟ انا لخبطت الرسم تاني ولا ايه؟ درجة الحرارة دي يبقى في نتح عالي، النتح هنا قليل، صح؟ النتح هنا قليل، فهنا دي 65 مظبوط، النتح هنا كتير. طيب درجة الحرارة ثابتة وهنا رطوبة منخفضة، معنى ذلك النتح كتير، يبقى النبات بيفقد ماء كتير، فقد ماء كتير. هنا ماء أقل منه، فتخيل اللي أقل منه 65، اللي فقدت مية أقل منه ب 65، هو بقى اللي فقد ماء كتير، هيبقى حجم المية اللي عنده قد إيه؟ أكيد أقل من 65. متى تكونوا فهمتوها؟ تمام. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ياني اخر جزء. تعالوا ننقي كده مثلا، استنى لكم كام سؤال. السؤال اللي جاي ده خطير جدا، محتاج تركيز. الشكل التالي يوضح احدى التجارب التي تمت على احد النباتات، يعني ده نبات واحد، يبقى دي اول تريك. في بداية التجربة كان وزنه 2.5 كيلو، تمام. بعد مرور 12 ساعة في الضوء عند درجة حرارة 35، يا ترى وزنه هيبقى كام؟ هي أكيد فقد جزء من المية، فيبقى أقل من 2.5. بص بعدها، بعد نفس النبات بعد مرور 12 ساعة أخرى، يعني هو نفسه كملت بيه التجربة بعد ما أنت قعدت هنا 12 ساعة، قعدت 12 ساعة بس درجة حرارة 20، هنا كان 35، يعني حر فقد جزء من المية بالنتح وبعدين كملت عليه ففقد اكتر، فالمفروض ان وزن النبات كل ما تمشي كده يعمل ايه؟ يقل. انت بدأت التجربة ب2.5، هو بيسألني على 2.3، 2.3 ممكن يكون 2.45 و2.1، يعني قل هنا، قل عن الطبيعي من ال2.5 اللي بدأ 5 جرام وبعدين قل شوية تاني، ممكن دي خلينا نقول ان هي صح. 2.5 و2.5 يعني زي ما هو، يعني ما حصلوش تغير لما اتنقل كده، غلط، لان ده قاعد بقاله 12 ساعة عند درجة حرارة 20، المفروض يقل شوية. 2.3 2.25، 2.3 2.3 دي غلط برضو، المفروض يختلفوا من بعض، يبقى انا اتبقى عندي اللي فوق واللي تحت. طيب النبات ده بعد ما اتحط 12 ساعة في درجة حرارة 35، يعني قاعد 12 ساعة بيتهري تحت الشمس، فقط بس 5 جرام، حاسس ان هي مش مقبولة شوية. ولما قعد في درجة حرارة أقل فقد كمية كبيرة، فدي شايف إن هي غلط شوية، تمام.
اما جيم بقى، جيم دي الاتنين ونص لما قعد 12 ساعة تحت درجة حرارة 35 فقد كم جرام؟ فقد سوري فقد 200 500 ل 300 200 جرام، فقد 200 جرام من وزن المية. ولما انت نقلته وقعدته 12 ساعة عند درجة حرارة أقل اللي هي 20 فقد 5 جرام. مقبولة ليه؟ لأن درجة الحرارة 20 دي منخفضة شوية، فدي مقبولة ليه؟ لأن الفروق مقبولة ما بينهم. لأن ده أنت قعدته عند درجة حرارة 35 المفروض يفقد كمية أكتر من ال 45 دي. ال 45 ده فقد بالظبط 50 جرام. 50 جرام دي قليلة، 400 كأنها 450 دي كأنها 2450. عارفين انتوا الميزان ال 2 كيلو، ال 2 كيلو دول ب 2000 وال 45 دي كأنها 450. خلاص. ده سؤال مهم جدا. انت كل ما بتمشي كل ما انت بتفقد هنا، بس هنا الفقد بيبقى كبير، هنا الفقد بيبقى اقل لان درجة الحرارة اقل. حلو السؤال ده صدقوني. هنا بيقول لك ايه مما ليس من وظائف س دي النسيج الاسفنجي. تبادل الغازات بيتم، تلطيف درجة الحرارة بيتم، فقدان المية بيتم، التخلص من الأملاح. قلنا الأملاح دي بيتم التخلص منها عن طريق الإدماع، مش الصغور، مش النتح يعني. أهمية الإدماع في النبات مش بيخلصك من المية بس، بيخلصك من المواد العضوية اللي هي زي المية ال H2O، والمواد الغير عضوية زي الأملاح. خلاص، مواد عضوية ومواد غير عضوية الاتنين مع بعض، عضوية وغير عضوية. هنا بيقول لك ايه رسومات تعبر عن العلاقة بين عدد الأوراق ومعدل النتح. كل ما زاد عدد الأوراق كل ما زاد معدل النتح، يبقى علاقة طردية. يبقى دي المواد التالية تتخلص من النبات بكثرة خلال النهار، يعني في حرارة، شمس، نار، تبخر، مية H2O. متى يزداد معدل النتح في النبات خلال اليوم؟ أكيد في الظهر، شمس كتير. هنا الشكل المقابل الذي أمامك يوضح نسب خروج الماء من إحدى النباتات عن طريق النتح. أي الأجزاء النبات تعبر عن المساحة المظللة؟ المظللة دي اللي هي 4%، 4% بس. طيب يا سيدي، عندك 91 ده الثغور، ثغور. 5% الكيوتين، أما دي العديسي اللي هما تقسيمة النتح، فدي أقل واحدة فيهم، فدي السيقان الخشبية اللي هي العديسي. خلاص، تعالوا نحل دي ونخلص. الشكل المقابل فرع مورق، ده زئبق. بيقول أي مما يتعارض مع الاحتياطات التي ينبغي أن تؤخذ. بيقول لك أن تكون السدادة محكمة الغلق، دي لا تتعارض. وضع النبات في مكان مفتوح معرض للضوء، دي لا تتعارض، ده شرط عشان يتحقق. تكون كثافة إكس أقل منخفضة عن كثافة الماء، ما ينفعش، لازم تجيب حاجة أتقل من المية، لأن أنت لو جبت دي أخف هتطلع دي فوق والمية تنزل تحت، فدي تتعارض فعلا. قطع النبات تحت سطح الماء، ده شرط لازم عشان ما يحصلش فقاعات هوائية. ما الذي تتوقعه لسطح السائل إكس إذا استبدل الفرع بآخر ذو أوراق أقل في العدد؟ السائل إكس هينزل، مش هيرتفع بسهولة، يعني هيرتفع بصعوبة بمعدل أقل، يعني يرتفع بصعوبة لأن أنت قللت مساحة الورقة وبالتالي قللت النتح، وبالتالي ينخفض مستوى ولا يزداد مستوى الارتفاع هو هيزيد لأن هيحصل تبخر بس بمستوى معدل إيه أقل. ده بالنسبة للأسئلة بتاعة الدرس بتاع النتح. الإخراج في النبات أتمنى تكون اتغطى كله، ودرس صعب شوية، محتاج إن أنت تحل عليه كتير مش من أول مرة، تبقى فاهم الدنيا. في أسئلة تاني هنا، استنوا كده. بيجي يقول لك إيه هنا؟ أي مما يلي يمثل أو مما يلي يحدث للنبات عند زيادة معدل البناء الضوئي لأوراقه. هنا بيقول لك اختار إجابتين. خلاص، كل ما زاد البناء الضوئي، إيه اللي بتختاره؟ بيزيد بناء ضوئي يعني كان في ضوء شمس، صح؟ يعني معدل النتح بيزيد، ماشي، ممكن. غلق الصغور، لا ده النتح شغال في النهار، الصغور مش مغلوقة. نقص معدل النتح، لا النتح قلنا بيزيد. فتح الصغور، ايوه ما الصغور بتفتح، ده في النهار. ما يبدي الناس بتعرف ان البناء الضوئي ده نهار يعني شمس، يعني بالتالي النتح بيزيد. عدم تأثر معدل النتح غلط، يبقى الإجابتين احنا اخترناهم. أي مما يلي يؤدي إلى نقص معدل النتح في النباتات الخضراء. مين اللي بيقلل النتح؟ بص يا سيدي، لو النبات أهو قال لك رطوبة الجو، لو في مية في الجو النبات مش هيطلع مية للجو، ما هو عنده، يبقى فعلا ارتفاع رطوبة الجو هتقلل النتح. انخفاض رطوبة الجو غلط، ما دي العكس، ارتفاع درجة حرارة الجو بالعكس دي تزود النتح. كثرة الصور تزود النتح. نقص شدة الضوء دي بتقلل النتح، مقبولة. اختار من القائمة ما يناسب الفراغات. الشكل المقابل يوضح إحدى الدورات البيولوجية اللي تحدث بجسم النبات، فإذا علمت أن كل من زد وواي يدخل في تكوين عنصر الكربون، زد وواي فيهم كربون، المواد التي تخرج من ثغور الأوراق عن طريق الانتشار دون أن تتغير حالتها الفيزيائية.
المواد الناتجة عن الهدم. بص يا سيدي، انا قبل ما ابص على الرسمه دي بلاستيده خضراء ودي ميتوكوندريا. الميتوكوندريا بتطلع ايه يا سيدي؟ بتطلع H2O زائد CO2. تاخدهم البلاستيده الخضراء تعمل بناء ضوئي. البناء الضوئي يطلع لنا جلوكوز واكسجين. بيقول لك المواد اللي تخرج من ثغور الاوراق عن طريق الانتشار اهم CO2 H2O. عندك اعتراض؟ بدون ما تركز في اي حاجه بص على الرسمه تعرفها. واي وزد. استنى كده. تغير في حالتها، لا ثانية، دون التغير في حالتها الفيزيائية دي محتاجة تركيز. هما دول بيخرجوا من الصغور على فكرة، ودي برضو ما دي بتخرج. احنا قلنا H2O بتخرج و CO2 بتخرج وال O2 بتخرج برضو. طب ثانية، المواد اللي تخرج من ثغور الأوراق عن طريق الانتشار دون أن تتغير حالتها، يبقى أنا أقول مين اللي بيخرجوا؟ CO2 H2O وال O2. مين اللي بيخرج دون تغير حالته؟ دون تغير حالتها الفيزيائية. طب نقرا فوق. الشكل ممكن يوضح إحدى الدورات البيولوجية تحدث بجسم النبات. فإذا علمت أن كل من زد ودبليو، فين زد أهي ودبليو أهي، يدخل في تكوين عنصر الكربون. يا كربون، شايف كربون. مين تاني بيدخل في عنصر الكربون من دونه؟ يبقى ده الجلوكوز. ما الجلوكوز بيدخل في عنصر الكربون، يبقى ده الجلوكوز. لا، محتاج ان انا ارسم لكم الرسمه دي بالراحه. بص يا شباب عشان السؤال فيه تريكات كتيره بصراحه. بص هات القلم معايا الزرقاء ده. احدى الدورات البيولوجيه احنا عارفين ان دي بتطلع اللي داخل البناء الضوئي CO2 و H2O، ماشي. واللي طالع من البلاستيدة جلوكوز وطالع منها O2، ماشي كده. احنا عرفنا دول خمناهم. هو بيقول لي زد، اجيب لون تاني. زد بيقول لي زد ودبليو. فين زد اهي ودبليو اهي. بيدخل في تكوينهم، يدخل في عنصر الكربون. يبقى انا ادي زد لمين؟ لدي. يبقى انا عرفت زد اللي هي السي او 2. والدبليو مش الاكسجين، هتبقى الجلوكوز لان الجلوكوز فيه عنصر الكربون. يبقى انا عرفت زد وعرفت دبليو. زد هي سي او 2، دبليو هي جلوكوز. خلاص. يبقى انت لو شاطر تقول لي واي دي مين؟ واي دي اتش 2 او. وعندك عندك اكس دي او 2. خلاص. المواد التي تخرج من الثغور، من ثغور الأوراق عن طريق الانتشار دون أن تتغير حالتها. ما بيتغيرش حالته. مين ده؟ نروح نقول مين اللي بيخرج CO2 والO2 والH2O، ماشي. طيب مين فيهم ما بتتغيرش حالته؟ الاو 2 ما بيتغيرش حالته والسي او 2 ما بيتغيرش حالته. الميه بس ممكن تتغير حالتها من صوره السائل بتبقى بخار. فانا عايز اشطب الميه. الميه كانت واخده رمز ايه؟ نجيب قلم تاني. يا لهوي على الاسئله يا ولاد. اشطب الميه، اشطب دي، اشطب دي. دي مش هتنفع معايا. خلاص. اختار ايه بقى؟ انا عندي الزد تمشي هنا. خلاص الزد تمشي والاو 2 تمشي اللي هي الاكس. طبعا الدبليو مش هتمشي عشان الدبليو دي جلوكوز ما بيخرجش. فزد واكس. يا نهار ابيض على الاسئله، يا نهار ابيض على الفكره. ايه ده ايه ده ايه ده؟ صعب قوي. زد واكس. المواد الناتجه عن ايه؟ المواد الناتجه عن الهدم. ايه المواد الناتجه عن الهدم؟ تكسير. طب ما انت عندك ما السي او 2 ناتج من الهدم. والسي 2 والاو 2 ناتج عن الهدم. ماشي، انت عايز ايه برضو؟ مش فاهم. ما دي ناتج عن الهدم ولا ناتج عن الهدم؟ السي او 2. طيب السي او 2 ده زد، اوكي. والاتش 2 ناتج عن الهدم. ده واخد رمز ايه؟ الاتش 2 دبليو واي، صح. ماشي. ناتج عن الهدم اللي هو الاكسده يعني. اكسده. هما دول الاتنين دول سي او 2 والاتش 2 او. الرمز بتاعهم دور عليهم من هنا زد وواي. فدي ماشي مفيش مشكله منها. الهدم بيتم هنا يا شباب. هنا بيتم بناء، ده بناء ضوئي. هنا اللي بيتم الهدم من الاكسده. لازم تعرف يعني ايه هدم، يعني اكسده. خلاص. يبقى دي سهله، دي زد وواي. السؤال ده ذكي جدا يا شباب. ذكي وشديد الصراحه، شديد قوي. محتاج تقعد تركز وتاخد ستيبس في الحل. جود لك.